السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. قبل ما نبدا الفيديو تنشكركم جزيل الشكر على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات الأخيرة اللي وليت تنحط، والله العظيم لا أشكركم من كل قلبي. وكيف وعدتكم في الفيديو ديال المغرب تحت الحماية الفرنسية نهضر لكم على المخزن المغربي. هذه الحلقة إخواني أخواتي غادة تكون مخصصة لواحد مصطلح مغربي بامتياز، فمرحبا بكم في ماد ان موروكو. باش نهضروا على المخزن خاصنا نعرفوا ان هذا المصطلح هو واحد المفهوم عنده 4 ديال القرون، ولكن الكلمة نفسها عندها 800 سنة، لأن كلمة مخزن هي جاية من واحد الكلمة أمازيغية اللي هي أكادير، واللي تتسمى بأكادير حاليا. أكادير في اللغة الأمازيغية هي القلعة اللي تخبوا فيها القبائل والدواوير، الحبوب والفضة والزيت، وكذلك تخزنوا فيها الحاجات النفيسة، وتتحصنوا كذلك فيها في وقت ديال الحروب تتسمى انفورتوريست. ولكن اش من علاقة بين أكادير القلعة أو الخزين وبين المخزن كسلطة؟ هنا غادي نرجعوا إلى واحد الوثيقة قديمة جدا اللي بانت وتذكرت في واحد الكتاب ديال أخبار المهدي ابن تومرت. هذه الكلمة كتبها واحد الشخص سميتو البيدق، وكان مرافق لابن تومرت في الرحلة ديالته اللي جا فيها من الشرق إلى المغرب، حتى إلى أنه غادي أسس دولة الموحدين مع عبد المؤمن القومي. هذا البيدق كتب واحد الجملة تيقول فيها عبيد المخزن، وهما عبيد أكادير، اللي ترجمها من الأمازيغية إلى العربية، والمخزن باللغة الأمازيغية فهي أكادير. ومن هنا غادي يجي اسم مدينة أكادير المغربية. وهنا غادي نتسائلوا غنقولوا شكون هاد عبيد المخزن؟ هاد عبيد المخزن هما هادوك العبيد اللي كانوا تينفذوا قرارات المخزن. اش من قرارات؟ هو انه كانوا يتجمعوا فيه المسؤولين والحكام تيسيروا شؤون القبيلة وتيتجمعوا فيها وتيقروا في هذاك المخزن. كان واحد اللوح تيكتبوا فيه كاع الأعراف وكاع الأحكام وتيعلقوه، وهي القوانين العرفية اللي تتسمى لي لوا كوتوميير. وفي هذاك المخزن تتم فيه كذلك الاجتماعات الرسمية، وكذلك تتخذ فيه القرارات وتستعين بهذوك العبيد المخزن باش تينفذوه، فهنا تسماو بعبيد المخزن، وما انهم تينفذوا ديك القرارات اللي تتخرج من هذاك المخزن. فكلمة المخزن تعرفت في عهد الموحدين، اللي هي كلمة مترجمة من الأمازيغية لكلمة أكادير. وأقدم وثيقة اللي لقاو المؤرخين المغاربة هي هذه ديال البيدق. فمن هنا أبقات كلمة المخزن تتعني القرار السياسي، يعني السلطة. التوسعات اللي وقعت في عهد أحمد المنصور الذهبي السعدي في أعماق القارة الإفريقية كان احتل السودان وجمعه بعض المحاربين والعبيد اللي دخلهم في صفوف الجيش. في واحد الوقت اللي كانت تجارة العبيد كبيرة جدا ومنتشرة في كل سواحل البحر الأبيض المتوسط، وكانوا الناس البرجوازيين وناس أعالي القوم تيشريو العبيد، وأصبحت في هذاك الوقت موضة. فاش مات مولاي الرشيد بن علي الشريف وتولى مكانه الأخ ديالو مولاي إسماعيل في سنة 1672، وكان ديك الساعة العمر ديالو ما تيتجاوز 30 سنة. كان عنده واحد جيش مختلط، وكان اللواء ديالو للسلطان مشكوك فيه. داكشي علاش هو قرر انه يدير واحد الجيش يكون الطاعة والولاء ليه هو فقط، وكان بغى كذلك انه يملك واحد الجيش اللي تكون القوة ديالو بحال جيش ديال منصور الذهبي. فقدر يجيب الاسامي ديال كل العبيد اللي كانوا في البلاط المنصور الذهبي وفي الجيوش ديال السعديين، وجمع كل هاد العبيد وزاد عليهم كل شي العبيد اللي تشراو في هذيك الوقت في عهد المنصور الذهبي،
وشراهم من عند الملاك ديالهم، وجمع كل شي هاد العبيد جاهم الى مدينه مكناس، وتماك غادي يجبد صحيح البخاري، وغادي يقول لهم غادي تحلفوا ليا على انكم غادي توليوني، وغادي تعطيوني الولاء، وغادي تعطيوني السلطه، وانكم عمركم ما غادي تخذوني وغادي تحاربوا معايا. وقال لهم كذلك: انا وانتم عبيد لله ولرسوله، فاللي امرنا به الله سبحانه وتعالى غادي نديروه، واللي نهنا عليه ما غاديش نديروه، وغادي نقاتلوا في سبيل الله ورسوله. هنا غادي نقولوا تاسس جيش عبيد البخاري، جيش انكشاريه المغربي، السلاح البشري الفتاك اللي كانت تتعد من اقوى جيوش العالم. بفضل جيش عبيد البخاري، السلطان مولاي اسماعيل غادي يسترد الصحراء الكبرى وبلاد السودان، وغادي يجلي الانجليز من مدينه طنجه، وغادي يحرر العرائش واصيله. فمن ضمن كذلك المهام ديال هذا الجيش وهي ضمن طاعه القبائل وجمع الضرائب منها. وقد وصل عدد هذه الجنود في البداية إلى 1400 مقاتل، وعند موت السلطان بلغ العدد ديالو تقريبا 50,000 مقاتل. لكن سرعان ما تحول هذا الجيش سببا في الفتنة والاضطرابات، حيث أصبح من مجرد جيش إلى قوة في صناعة القرارات وفي عزل أو تعيين السلاطين. فهاد الجيش غادي ينقسم الى قسمين، هو اصلا فيه جيش الولايه وجيش عبيد البخاري. فجيش عبيد البخاري غادي يناصروا اهل مكناس، وجيش الوداية غادي يناصروا اهل فاس. وهنا غادا تعم واحد الفوضى، وغتنقسم البلاد الى جزئين: جزء المخزن وجزء السيبه. من هنا جات كلمه المخزن والسيبه، فاش نقولوا في العاميه المغربيه واش كاينه السيبه في البلاد، وكذلك تقول لك فينا هو المخزن. فالمشكل ديال هذا الانقسام وهو ان الناس اللي ساكنين في الجهه ديال السيبه ما بغاوش يدفعوا الضرائب للناس ديال المخزن، وهنايا عمت الفوضى. ولات قطاع الطرق اللي تيبغي يمشي في الطريق ديال جهه السيبه خاص يكون محمي، وكان عنده ناس يحميو. وهنا خرج واحد النوع ديال الناس اللي تسميهم الزطاطين، وهاد الزطاطين هما الناس اللي تيدافعوا على هذيك القوافل اللي تدوز عبر المناطق ديال السيبه. وتيتقال ان الزطاط جات منه اسم السطاط اللي هي حاليا. ومن بعد كل هاد المشاكل اللي وداروها هاد الجيش البخاري او جيش الولايه في العرش، غادي يرجع الاستقرار بعد تولي محمد الثالث، واللي غادي يغير الاسم ديالو من الجيش عبيد البخاري الى الجيش الاسود، بعد الى الجيش الشريفي. أما في عهد محمد الخامس فأصبح اسمه الحرس الملكي، اللي يدخل تحت الرايات القوات المسلحة الملكية، وما زال إلى حد الآن بقايا من عبيد البخاري في القصور الملكية. فبعد الاستقلال سنة 1956 محمد الخامس رحمة الله عليه غادي يعيد الهيكلة والبنية ديال المخزن كجهاز سلطوي تقليدي عنده واحد العمق تاريخي وهيمنة متجذرة في أعماق المجتمع المغربي. والهدف من إعادة هذه الهيكلة المخزن هو أنه باش يساير متطلبات العصر الحديث. وهنا غادي يأسس كيف قلنا القوات المسلحة الملكية، الحرس الملكي، المشاة، كتائب الخيالة، وفصائل المدفعية. في عهد الحسن الثاني بعد تولي الحكم غادي يدعم هذه المؤسسة في ظهير شريف سنة 1963، اللي جاء فيه الحرس الملكي هيئة عسكرية من جيشنا الملكي، موضوعة مباشرة بصفة خاصة تحت سلطة جنابنا العالي بالله، ويجرى عليها لمقتضى الظهير، يعني هي تحت الحماية أو تحت السيادة المولوية. المخزن في عهد الحسن الثاني بقات عنده في القصر واحد المجموعة ديال عبيد البخاري، منهم دوك المشاورية اللي تيكونوا حاضرين في كل مناسبة في القصر، واللي هما مكلفين واحد الكلمات شهيرة
الله يبارك في عمر سيدي، الله يطول في عمر سيدي، النعمة سيدي اللي تيقولوها في كل وضعية وفي كل مناسبة. عندك كذلك الفرقة المذاركة اللي هم أصحاب الرمح اللي تيكونوا واقفين دائما قدام الملك فاش تيكون راكب الخيل. عندك أصحاب الفراش تيكونوا في الموكب الملكي في المشوار وتكون دائما تحت يديهم واحد الحاجة خضراء. عندك كذلك اللي تيحمل المظلة السلطانية الضخمة، وعندك كذلك الفرقة الموسيقية، وعندك المسخرين، وعندك خدام ديال عتيب القصر. خاصنا نعرفوا أن العائلة الملكية من عشاق الشاي المغربي، وخاصة إذا كان مشحر ودار ديك الرغوة ديالو. بالنسبة للقوات المسلحة الملكية اللي فيها العديد من عبيد البخاري، خاصنا نعرفوا أن هي واحد الهيئة مستقلة وعندها قيادة والأسلحة ديالها، وعندها المدرعات، وعندها المروحيات، وعندها المظليين ديالها، وعندها الاستخبارات ديالها، وعندها جهاز علمي من أعلى الأجهزة العلمية في هكا، وعندها واحد نخبة لا يستهان بها في المغرب، وعندها كذلك السلاح ديالها، وعندها القيادات ديالها، وعندها القوات الخاصة ديالها، والقائد الأعلى ديالها هو محمد السادس نصره الله. وهي عندها واحد السلطة كبيرة جدا أنها في استطاعتها تدخل لأي إدارة وأنا تحقق مع أي مسؤول كيف ما كان النوع ديالو. باش نهضروا على هاد القوات المسلحة الملكية خاصها صراحة حلقة بوحدها. فبما انني هضرت على محمد السادس، انتبه ديالكم ان فاش تكون الدروس الحسنيه دائما الكاميرا تتسلط بعض المرات الضوء على واحد الشخص بعينه تطول عليه الكاميرا. وكذلك غادي يبان ايام تعيين حكومه سعد الدين العثماني 2014 اللي غادي يكون واقف في اليمين ديال الملك، لهذا المكان تيكون مخصص لولي العهد او لابنائه من الذكور. وهذا هو الحاجب الملكي من خدام المخزن، هو سيدي محمد العلوي اللي هو السكرتير الخاص وكاتب اسرار الملك محمد السادس. وان شاء الله الا كان فرصه غندير لكم واحد الحلقه على القصور الملكيه. الحمد لله اننا في بلدي الامن والامان. العسكر ديالنا او الجيوش ديالنا ما تدخلوش في السياسه وبعيدين كل البعد على السياسه، فالجيش ليس بمسيس ماشي بحال شي دول عربيه. احنا راه عارفين جيراننا ديال الهوك وديال مصر واللي كان ديال سوريا، يعني بزاف الدول اللي الجيش ديالها تيدخل في السياسه تيكون بعض المرات الجيش هو خراب هذيك البلاد. والحمد لله كذلك ان الجيش ما عنده حتى شي قوه سياسيه نهائيا وما تيتابع لحتى شي حزب، فهو جيش مستقل استقلالا تاما، ما عنده حتى شي علاقه باش تيوقع في السياسة ديال الدولة. فعقب الانقلاب الثاني بالصغيرات سنة 1972 فالملك الراحل الحسن الثاني جمع راسو ونقى المؤسسات الدولة، أولى بالأحرى نقى الجيش من العناصر الخائنة، حيد وزارة الدفاع اللي كانت عندنا ولا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية، ودار بزاف ديال التعديلات بالنسبة للمحاكمات العسكرية والتدخلات العسكرية. هو غير نهائيا هذاك الجهاز العسكري رأسا على عقب بعد الانقلاب الثاني. وتتبقى المملكة المغربية ضاربة في عمق التاريخ، لا تهاب أي أحد، محصنة من أي تهديدات سواء خارجية أو لا داخلية، محصنة بجيوشها الأقوياء يقودها ملك عظيم ومستعدين لمواجهة كل التحديات في سبيل الوطن. جميعنا مجندون رجالا ونساء وراء ملك همام القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب للقوات المسلحة الملكية. إخواني أخواتي، سال الفيديو ديال اليوم، نتمنى أنه يعجبكم، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. ما تنسوناش من التعاليق ديالكم ومن اللايكات ديالكم، وإلا عندكم اقتراحات على الراس والعين. مع السلامة.